منين بتنطفى انت؟ لك شلون بتكرهم كان هيك كلهم؟ الله خلقني قريفة بقرف من كل شيء. شو قوية؟ التاريخ بينفتله من مطرحين، من فوق ومن تحت. نحن بدنا نفوته من تحت. الله على الشوام، الله على الشوام. إيه ما خلوا شي ما اخترعوه. بعد الحلقة الماضية حلقة جديدة أو الحلقة الأولى كسرت الدنيا. لا ما من أولها نحن لا ايه لا الصراحة كتير شي مشجع يعني. معلش هي البدايات هيك، بس يلا خلينا نحن عم نطق حنك بالنهاية، عم حلوة نحكي البدايات. عم نشوف ايه، بس هو بالنهاية نحن عم نحكي، عم نشوف شو في شغلات خرج إنه نحكي عنها وبس يعني. في شيء نحكي عنه اليوم؟ أكيد. أنا هذيك المرة عطيتك لمحة صغيرة، بس عن جد هالمرة يعني غير شكل. أنا لك في التاشة إنه شيء تبع أغنية وكذا. شيء يعني الساعة ستيلته تقول واو قدام، يعني متفوقة عليه. بعدين حلاوته إنه هو من الحياة الواقعية. لا شكله ما حدا من الحياة الواقعية. ما قلتولي قبل شوي شلون بحزرت. دبي بلينك. هو بس شو يعني بلينك؟ هي الشغلات اللي هيك تصير بلينك بلينك، يعني شغلات هيك يمكن تلمع أو شغلات بهرج أو هيك بتصور مبالغ فيها هيك يعني بلينك. ايه يعني هيك ما بعرف شكلها هيك، لازم ندور يعني على الديفينيشن تبع كتير عم تلمع يعني. ايه. فهو يعني انه عم يحكي عن طبقة معينة بمنطقة، بتصور انه كل العالم بس تحكي تقول دبي بتقول ياي كل شي غني، كل شي فيه أغنية، سيارات، أبراج، حياة رفاهية، هيك شي يعني. فايه هيك هو فكرة البرنامج. هلا أنا بتصور هذا البرنامج أكتر بحبون النسوان اللي مثلنا، ما كتير ايه عن جد. هلا ما بعرف ليش صايرة موضة انه كل شيء بيركز على النسوان اكتر بالتلفزيون، شكله عم يجيب اكتر مشاهدات، بس هو نفس الشيء حياة يمكن 4 نسوان او 5. لا في شباب كانوا، بس شو الشباب نفس الشيء يعني، الشباب بضلهم يعني تقريبا ما عم يعملوا شيء يعني، هن بس بالصورة. لا هذا اللي كان عم ينظم عرسه، هذا الدي جي، في هذا ابراهيم، وفي هذا جوزة. بس مين الشخصيات اللي كانت مؤثرة اكتر؟ هلا الرئيسيات اللي حاطينهم عم بيحكوا هي تبع فرزاتشي زينة زين. بس لازم نقول له شو بيشتغلوا، لقلك مين هن، مش عم تعرف يعني. هن 4 أو 5 نسوان يمكن. لازم كان نطلعون. اول شيء عندك هاي اجت مع $300 على دبي. لا هي اهم وحدة اللي هي لوجين عمران. هي اكثر وحده معروفه لنا الناس العاديين، مذيعه هي. وفي وحده زينة هي اللبنانية كمان، هي اللي بتشتغل بالعقارات. هي الشقة؟ لا هديك وحدة تانية الشقرة، هديك لوجين تانية بس شقرة، هديك لبنانية. هي اسمها شو جيلو هيك. لا ايه ال جي هي عكس جينيفر لوبيز. غسالة يعني. لا مو الجي هي اللي فيها النقطة، مو الجي هديك هيك انه لا. ايه ايه هي زينة تبع اسمها كوين فرساتشي عن جد هيك مسمينها. ايه. وفي حدا بيشتغل بالعطور اسمه ابراهيم، مدري شو قرشي يمكن، ما بعرف والله، بس هو بالورود اكثر ركزوا على انه بيشتغل ورود. وحدا دي جي مع مرته. ايه. شو بيعملوا يعني ما بفهم. بس بتقولوا لي شخصيات، وواحد بيشتغل بالراديو. هو هذا مهم، لازم انت تعرف هن شو بيشتغلوا. تلفزيون الواقع. هن لازم تعرف شو بيشتغلوا، لانه هو كله بيدور حوالين الثروة تبعهم والمصاري، يعني بطريقة هلا هي اكيد طريقة غير مباشرة، بس هو كله بيدور حوالين المصاري وحياة البذخ اللي هن عم يعيشوها. فانت لازم تعرف ان المصاري عم يجيبوها. يعني مثل وحدة بتشتغل بالانستغرام، يعني كل شغلتها انستغرام. الثانية اللبنانية هي انه ما بتعمل شيء، بس انه تزوجت واحد غني وتوفى، هي اللي بنعرفها القصة يعني. تزوجت عن حب. ايه هي اكيد عن حب، هي هيك حكيت. هي كان عمرها
20 او 21 لا سنه. لما تجوزته قال 19 كان عمرها. ما بعرف ايه هيك شيء. كان عمرها 19 وهو عمره شي 50 53 سنة. بس مهم فرق العمر مو أكيد عن مشكله، مهم فرق المصاري. ما بيعرفوا مهم فرق أنا المصاري. متأكدة إنه عن الحب، خاصة إنه عرسهم قال كلها 10 مليون دولار. 10 مليون دولار. ايه وفي هاد ما بعرف اللبناني الاسترالي اللي كان عايش باستراليا واجا بيشتغل براديو بدبي. ليكي مهن عادية هو ترى. بس كيف صارت مهن هيك عادية، بس المصاري؟ يعني فيك تصير بيناتها غني إنك بدبي. يعني دبي الواحد بصير فيها غني. على حسب حكيهم ايه. اه يعني في وحدة اجت معه 300 دولار سوتهم 300 مليون دولار. هي لجين يعني انت المهم يكون معك 300، يكون معك 300 عندك تمشي 300. أمورك. انا عندي على فكره شكلي رح روح، روح على دبي، بس خايفه المصاري قمة تغيرني. ذهبية ومليونين دغري. خايفه المصاري تغيرني. بس ممكن تغير فيك المصاري يعني. ما بقى لان لما بتشوف خلافاتهم مع بعض فظيعين، يعني فظيعين. في بيناتهم خلافات. إيه لكن ليه مين رح يجي هي الحلاوه تبع البرنامج هيك في سسبنس احكي لنا شيء ودراما. من خلافاتهم، بلشي نقول احكي لنا شيء خلاف. والله انا حبيت انه المسلسل ببلش بانه في وحده عم تزت ثيابها هيك، ثياب جوزها من ايه الخزانه. هي مشكله. قال شو ما بقي لها وسع على ثيابها، فهي بدها تشتري البيت اللي جنبه اللي هو يعني بيتها شي 1000 متر، بدها تشتري هداك انه 1000 شي 1300 المتر، مشان بدها طابق كامل لثيابها أوعية. ووعيها تعرض. ايه فهي فيها تبرر له، بتقول لها هي عندها شغلات حلوه وغاليه لازم تتعاملوا معها كتحف تعرضهم، يعني شنطاية شانيل، شنطاية لوي فيتان لازم ينعرضوا مو يندبوا جوا الخزانه. لا يعني. والمشكله انه هي القصه اللي انت مفكرها يمكن تافهه تبع البيت، هي تقريبا كل البرنامج عم يحكوا عن هذا الموضوع، وانه هي ما بدها تجيب بيبي جديد وزوجها مشارطها انه انا ما بشتري بيت جديد لحتى يجي بيبي. لانه فهمان؟ لبست ثلاثه البيت يعني. الا ليش انا لاشتري بيت جديد اذا أكبر. ما اكبر مشان يعني احسسني كانه هالبيبي جديد رح يجي متضايق بهالبيت مع انه هو البيت قصر، بس هو هذا شرطه الوحيد. مو بس قصر، هو بتعرف بدبي في هي البيوت اللي على هي النخله اللي على البحر، هن بقلب النخله، يعني هدول اغلى بيوت يعني. بس هو لا، لانه بس يجي البيبي جديد بيغير له، مشان البيبي بس بيغير. هي عامله سترونج اندبندنت وومن انه لا ما بحبها وما بدي شو، بس طلع مشان ما تنزع جسمها مو لانه مامنه بيت ايه هي ما بدها، مو جاهزه لهلا. يعني في افكار نسويه بالمسلسل. واو تمام، إنه يعني إيه. افكار نسويه. ولا مثلا تطرقوا لموضوع انه قالت هي مشان ما تخرب جسدها، انه شافوا انه هي فيها تستأجر هي الارحام، انه هي بس مشان تجيب. اجت اكيد هلا رح نحكي عنها اللي هي مثل ما بنقولوا صوت الحكمة بالمسلسل اللي هي لجين عمرها. لا حبيبتي هيك بتحكي، لا حبيبتي هذا الشيء ما بعرف انه مخالف لديننا الاسلامي، وما بقى انه لازم تنزل انه هالحركة، وانه قالت له لا وما بعرف شو ديننا بيرفض، واذا انت فيك تجيبي لازم تجيبي، وما بعرف انه رجعتها شوي لرشدة قال، يعني فهمتي شو قصدي؟ بس انه بلا طعمة لا يعني. هي كتير فيك يعني كله انه يعني هي اذا قالت مرحبا لازم تقولها بطريقه هيك فيها عبره وموعظه انه مشان عمرها. فايه انه هي كتير عم تطرح عن يعني افكار نسويه ومدري شو وكذا، بتقلها اذا انت ما بدك تجيبي لا تجيبي، انه ما بدنا نضغط عليكي. ممكن طول المسلسل انه عم بيضغطوا عليها بدها تجيب البيت. ايه طول المسلسل وبيجيبوا لها تيست كل شوي. أيه. شوفي حالك حامل. لا وبيجيبون هيك، بتحس حتى بالبرنامج انه كل مرة بيجيبوا لقاء مع وحدة فيهم، بيطلعوا مثلا من الحياة الطبيعية وبيسألوه، تصير كل وحدة مثلا بالتانية بتحكي يي هديك منافقة يي هديك منافقة، مش قصدي يعني مع انهم هن رفقات بس شو بيحكوا ورا ظهرهم ورا بعض، ما بعرف شلون. بس بظبط طيب عم يصوروا بالتلفزيون يعني كيف فاكرين حالهم عم يحكوا على بعض بالوردة؟ ما بعرف والله ما بعرف، هيدن هيك ما بعرف انه بده يحسسونا هيك، بس انه هو فيك كله، وشكله حتى الاحداث كلها على فكره هو السيناريو، انا بتصور هيك اكيد يعني مثلا في خناقه كانت بين هي زينه وما بعرف هي الثانيه مرته انه ما بتصور انه في نسوان عمرهم شي 40 سنه لسه لهلا مسكتها هيك من شعرها والثانيه زت، يعني ما بتصور انه في لا لازم نمثل لك الخناقه. قال هيك حطت لها فنجان القهوه هيك مسكته هيك بدها
بدها تقيمهم هيك فنجان قهوة انت ومسكوا بقى ولقوا هالرجال من وراء قال عم يهدون هيك وما بعرف شو كذا لا بس حلو فنجان القهوة شفتي المرتب هذا اللي جايبينه كان تكبه. ايه بس لا بس كتير انه ما بعرف ما والنصائح انا خصوصي هلا كلهم ببرق لهم اياهم الا لجين عمران ونصائحها لازم هيك تحطهم بوستات عرفت تكتبهم يعني. قال شو هذا الموقف شفتي لي اجت زينة قال بدها تفرجيها انه هي مستلمة عمارة كاملة قال هي شقق وكذا وكذا. هم اجت لجين عمران لازم اكيد كل لقاء لها تسلخنا شيء. شفتي النصيحة اللي عطتها؟ تصور ايه ما بتذكر. انصح كل النساء يستثمرون بالعقارات. صدقني عمركم رح تهور وروح اشتري شيء ما هي كانت جلسة تنمية بجلسة تنمية بشرية ولا شو؟ ما بعرف شو هالنصيحة. قال هي راحت مشان تشتري لأنه هي اشترت كثير عقارات مشان تأمن على مستقبلها. يعني شو هالنصيحة اللي عم تعطيها للنسوان طفرانين عم يتفرج عليك؟ طيب احكوا لنا أكثر عن هذا الجانب النسوي اللي فيه تبكير برقة ونصائح للنساء. شو كمان في نصائح للنساء؟ حابب أعرف. في عملوا مزاد مدري شو مشان تعليم البنات. قال كل وحدة بدها تتبرع من خزانتها انه يا ريت بدهم يعطوا مصاري دغري انه كل وحدة بدها تتبرع بشغلة ما بدها اياها من خزانتها من هدول الشغلات مزاد علني مثل مزاد وبيعملوا عليهم مزاد علني وبيروحوا على طيب مين رح يشتري إذا هدول أغلى عالم بالعالم؟ في ناس تانيين قال بيشتروا يعني هن نفسهم بين بعضهم بيشتروا بس هيك يعني بس استعراض يعني اللي كلفوا هذا تنظيم وحفلة وقاعة لو كانوا كل واحدة فيهم قالوا لها هاتي لك $2000 كانوا جمعوا أكثر. بس إنن هيك فشخرة يعني شوفونا لا أو هي لقطة كمان تانية مخالفة. قال اجت هي البنت الصغيرة هي لجين قال يلا أنا رايحة نلعب تنس ونحكي شوي. شفتي هي اللقطة؟ لا ما أنا أحيانا بسمع وسمع للمسلسل. إيه قالت لها أنا لعيبة تنس وما بعرف شو. الثانية جاية خايفة على أساس إنه يا الله مسكت شو اسمه ما عم يعرفوا يمسكوها يعني إنه هاي على أساس إنه لأنه شو لأنه بس التنس معروف للأغنياء فبس هيك دحش بالمسلسل نحن عم نلعب تنس بلا ولا طعمة ما لعبوا جولف طيب يعني؟ لا ما هي ما خطرت لا بلا الشباب لعبوا جولف. هي يمكن انا ما شفتها ما منك متابعة الشباب مبلا لعبوا جولف. يا سلام. هيك كانوا بيقولوا انه شلون دبي الله ما فيها كثير مناطق خضراء انه شلون نلعب جولف فبيطلعوا لا ما عاملين شغلات ليلعب جولف يعني هيك بكون المشكلة انه ولي ولا نلعب جولف. بس ايه شو في كمان بس لانه اللي كنت بدي اقول لك اياه انه كتر خير الله انه هالمسلسل بس 7 حلقات لانه عن جد هذا قد ما شطشط ومطمطوا فيه ويعني لا كتير سخيف يعني. وحده كل مشاكلها انه بدها توسع غرفة نومها وزوجها مشكلته انه بده بيبي وما بعرف. والثاني كل المسلسل هو وعرسه ومرته عم تجهز للعرس او بصدموك يعني انت بتحس. لا انا بعرف انه في اغنياء بالحياة اكيد كنا عايشين معنا بالكوكب بس انه يكونوا هيك عارفين ارتو داخلي شيء مستفز يعني. قال شو بده يعمل لها انه افخم عرس ومدري شو. هو عن جد مذيع يعني ما بعرف شلون صار غني انه هو قال ايش على دبي صار غني هو بس مذيع. اجى دايما هو $300 لا هي لا ممكن هذا $100 لا هن في هي في صاروا 100,000. لا هو معه ثروة أكثر من $1,000,000 لأنه هن كانوا يتمسخروا على هاي رفيقتهم اللي تبع الانستغرام فرحانة إنه يي ثروتها كلها بس $1,000,000 يعني لا أنا لا طايلة لا هي ولا هي. خلينا نروح على دبي 100 منك 100 منا و100 مني عنا $300 خلينا نروح. بس لما طلعت قال هي لجين عمران انا حبيتها لما طلعت قال شو قال بيشتغلوا بتعهدات العقارات ومدري شو. طلعت لابسه كعب هالقده عم تطلع على شيء لسه مو معمر يعني وعم تطلع هي عطت النصائح وهي كلها فندي من فوق لتحت ومدري شو تبع انه انا مثلا بروح بدي اقابل تبع العماره انه بشوفه بوط انه بتلاقي اي بوط مشرشح رح يتوسخ هذا البوط تراب وكله
مقصينه ومدري شو ايه هدول جايين هيك. بتحس حتى الطاقية هي الحماية لو فينهم يعملوها مثلا شبراك. محطوطة حط هيك اصلا هي على الراس يعني بتكون برادة على الأقل يعني. لا هي حاطينها عادية يعني لازم كانوا يعملوها كانت شي شغلة. لابسة توتال لوك فندي يعني كلها من نظارة هي حتى شكلها كتير الخيط. بتحب الفندي. ما بعرف بس انه فندي فيرزاتشي قلت لي قبل شوي كأنه بس الماركة اللي الفيرزاتشي هاد هي الأوتيل، الثانية، هاد الأوتيل بتشتغل هاد. فيه. مع بعض. فندي وفيرزاتشي سوا يعني الماركتين متصلين ببعض يعني. ما بعرف بس انه هي انه في رعاية يعني في رعاية من فندي ما بتصور اصلا. بس هن كل المسلسل انه بفرجون وهن نازلين من سياراتهم، يعني سياراتهم اكيد عم تحكي عن يعني بلش من شو اسمه رولز رويس وكذا وهدول السيارات الفخمة كذا. بس سيارات في هليكوبترات. ايه على الجابة هي الحلقة انه هاد ابراهيم بده يتعرف على هي لوجين الصغيرة طبعا. LG قصدك. ايه فانه قال جابها بهليكوبتر مشان تجي انه مشان الديت وكذا. ايه بس هي ما استظرفته مني. لا انا شو رايك انه انا جبتك بالهليكوبتر؟ قالت له متعوده. جوزي كان دائما ياخذنا انا والاولاد بالهليكوبتر. ايه ولا وقال حتى لوجين عمران قال رايحه تجيب امها من بحرين اللي هي البحرين فشخات تعمل هيك تلاقي حالك بالبحرين. قال رايحه بطياره خاصه وانه ونص على الطريق اخذت معها رفقاتها. وانا فكرت لما كانت راحت بالطياره انه رح تنزل على القليله من المطار وتروح. لا طلعت امها عم تنتظرها عند باب الطياره وهي ما نزلت اصلا يعني يا دوب امها طلعت بالباب. ما بعرف اذا الطياره طارت يعني عن جد. لا ما بعرف بس انه بتحس انه الطيار عم يلعن الساعه اللي اشتغل فيها وصار طيار لحتى يطير بنسوة مثل هدول. طيب قلتوا لي قبل شوي انه في مشاكل بيناتهم، شو هن المشاكل اللي بيصيروا بيناتهم؟ على شو؟ غيره وحقد. وهي مثلا القصه الكثير كبيره كانت اللي بين فرحانه ولجين الصغيره انه ما بعرف وحده عملت بوست الثانيه عملت لها ما بعرف شي بوست على الانستغرام وصارت خناقه طويله عريضه. يعني اشياء مثل هيك. عرفت شو قصدي؟ ما يعني ما عم افهم لحد هلا. انا عم تقولوا لي عندهم كل هالمصاري كل هالاملاك، ما عم اعرف شلون بيتخانقوا وعلى شو وليش حتى ياخذوا خناقات. وحده قالت على هيك وهذا ما شاء الله ابراهيم مع انه رجال بس هو اللتات العجان بيروحوا بينقل حكي من هون بيجيبوا لهون. عن جد والله هيك دوره. فهن انه انت حكيتي علي انت ما حكيتي علي انت ما بعرف شو وعلقوا ببعض. مشاكل عميقه بالحياه. عميقه يعني انت لا هو ما في. هي المشكله ما في. هي المشاكل. هي مشاكل مشاكل مثل اللي احنا لا. وكلهم بيحبوا يفرجوك انه هن مثلا حتى زينة انه هي كافحت مشان وصلت لهالثروه. نفس الشيء هلا الثانية على القليلة معترفة تزوجت بواحد غني. ما بعرف يعني شو بدي اقول لك. الحمد لله على الموجودين فيه وإن عم نشرب كاسة شاي. انتي شفتي المواعيد؟ واحد جابها بالهليكوبتر، الثاني هذا اللي كان بده يصالح مرته وعزمها على هي العين تبع دبي. ايه وطلعها. انتي شو اخر مواعيد؟ مو قصة هيك كمان. الشغلة الثانية مثلا انه كثير بتفاجئك بالبرنامج انه برنامج عربي وبدبي 80% من الحكي كله انجليزي. يعني ما عم يحكوا ابدا عربي. على فكرة انا لو ماني حاطة الترجمة ما بفهم شيء. يعني فظيع انه كله يعني معقولة صارت ما عندي انه يا ما بعرف يا فشخرة. لا اوكي في 2-3 ما بيفهموا بس مو لدرجة انه كلهم ما بيفهموا يعني بس بيفهموا عربي. وحتى المرة الوحيدة اللي حكوا فيها 2 عربي قالت لي بنحكي عربي لانه فرحانة ما بتفهم عربي. انه تقول كأنه لغة سرية. فرحانة هي هندية يمكن. فاشينيستا هندية عايشة بدبي فعندها متابعين فهن طول الوقت عاملينها انه هو شخص سيء يعني كمان في هيك عنصرية يعني. يمكن ما انه هيك تتعامل معها كتير بلدي انه هي ما بتعرف تلبسي سروتها بس مليون هي مدري شو فتحس انه وهي طول الوقت انه انا انه على كل شيء بجيبوا سبونسرات ومدري شو. وهي سنجل مام وممكن تكافح هي يعني هن هيك داحشين القضايا دحش. تبع سنجل مام ومكافحة عندك $1,000,000 يا مخلوقة. شو خليتي للكفاح؟ لا بس لا كتير يعني لازم هو تشوف منه شوي عمر او يمكن شفت منه شوي بس ما بعرف يعني كتير عم يسطحوا انه سطحي كتير وكتير عم يتفوا يعني بتحس انه خلص ما عاد في عنا مواضيع نحكي فيها عن جد. يعني كتير سخيف. لوجين عمران انا حبيت انه كل هالمصاري اللي معها بتقول مشكلتها بالحياة
انه اخوه ما عم بيلاقي شغل يا حرام. طيب افتحي له دكانه، مو قصة افتحي هيك. له سوبر وقال ماركت، هي افتحي له ما اي بتحب حاجه بالمصريات. وما بتحب الواسطة. قال هي شفتوا القيم اللي كم. وما رح تحكي له عن حدا يشغله شغله من ما بتحب. شنطاتك، اعطيه شي شدايه من شنطتاتك. ايه هي بس شو مثلا عطته شغله، لا تقولي بعد هذا كله انه قال عطته شويه مصاري مشان يشتغل فيهم بالبورصه. ايه مشان شيء يدخل- من طرف الجيب، شي 100,000 بس هي ما بدها تساعده، ما بدها تدفع له تساعده. شغل. هي قال بدها هو تخرج وما لقى شغل. هي هيك قالت هو تخرج وما معتمدين لقى. عليها. قال انا بدي اياه مثل ما انا كافحت مشان وصل لهالثروه هو كمان يكافح. هو طول المسلسل حرام شاحته وراها في هي واخوه اخين التاني. ايه هيك وبتجي تروح بتقول عم لك تزن اهم أمهم شيء بالمصاري. العيله. لا وقال اخوه لما يعني عم شرشحته بهذا المسلسل اخوه ايه كلها بتحترمه. شرشحته عن جد. قال راحوا مشان ياخذ مثل موتور هيك موتور عرفتها هي. لا 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 هذه فيها سرعة قوية يصير لك شيء حسستني كأنه بيبي عم يعني زلته بهالمصاري اللي عم تعطي. لا هو قالت له انت رح تدفع حقه مو انا. قال ايه قال هي إيه. مشان تحسسه انه هي شو فكرتها. هي الحكمة الثانية لازم تستمطوا الحكم يا اختي. ايه قال لما يشتريها بمصاري بصير ما بيسرع فيها لانه هو دافع حقها فبصير ما بيسرع لانه اذا اسرع بصير له شيء وبتنتزع وهيك مصاري بيروحوا. بس لما هي تشتري له اياها هو مو حاسس بقيمة القرش. وبالبورصه بحس بقيمه القرش. قالت يلا عم يتعلم معلش. اوكي. فهيك ايه لا كثير يا رب هيك يطعمنا شي حدا يعطينا كثير شوي. بتعذبوا بالحياة. يعني تخيل في وحدة كمان بعيد الحب جوزها ما كان معه، كان مسافر على لبنان واخذ ابنه مشان يعمل سكينج بس. يعني بس هي جمعتهم لوجين عمران مثل العادة ايه شبه كثير جمعت النساء اللي ما عندهم حدا يحتفلوا معه بالفالنتاين. طيب يعني في جانب انساني. لا هي مشان تقول للنسوان حبوا حالكم حتى لو ما عندكم شريك دعم بالحياة. نساء، تمكين مرأة ودعم وانا اذا معي نساء. هالمصاري حستنى مقتنع بالحكي اللي عم تقوله. طبعا طيب شو مفكر الاحتفالات هيك عادية بتجيب شي مليون بني آدم يزين لنا هي الحديقة، وطبعا ناس عم بيشتغلوا بالطبخ وهيك. هون لعند هون عادي بيجتمعوا فإن بتحس ما عندهم أحاديث يحكوا شو بيجيبوا. تذكر مثلا كانوا يقولوا لنا من زمان إنه الملوك وكذا بيجيبوا مهرجين وهيك وكذا يروحوا حدا يعمل اي فإن شو. بيجيبوا ناس بيستعرضوا بيعملوا باليه هيك بحيرة من البجاع الجبل. بيترقصوا قدامهم هن بيقولوا واو. طب إيه. روحوا على المسرح يا اخي، روحوا على السينما موقفوني. تكاليف يعني تكاليف. وصرف يعني. وحدا بيبلع نار هيك وسرك وكذا. إيه يعني ما بوشي اذا بدك تضيع وقت ما بوشي. ما حشوف. لا ما بنصح فيه انا اي حدا لانه عن جد يعني. وما بعرف يعني انا شو اللي بيخلي عن جد هاد سؤال شو اللي بيخلي النسوان يشاركوا بهيك برنامج مع انهم هن النساء لنقول انه من مجتمع الراقي اوكي. طب شو اللي بيخليهم يطلعوا بهالصورة البشعة يعني بالتلفزيون؟ يعني هن لانهم محتاجين مصاري ولا لانهم محتاجين شيء. بس عن جد شو اللي بيخليهم يطلعوا هيك بالتلفزيون؟ هدفهم النبيل بدهم يخلوا العالم يعرفوا شو حياة الأغنياء. يعرفوا انه عندهم معاناة مثلا. طيب بعد هالمسلسل هل حسيتوا انه حابين تروحوا تعيشوا بدبي؟ حسيتوا انه الحياة رح فيها كيف؟ اشتري عقار انا. رح اخذ نصيحة لجين عمران ورح استثمر بالعقارات. انا حاخذ 300 دولار وروح ولا فرجيكم شغل خلال سنة رح حولهم ل 300,000. ما شاء الله. آخر سؤال، تنصحوا الجمهور يشوفوا المسلسل؟ لا لا أكيد. اكيد لا. وانا بتاسف على الوقت اللي ضيعته ب7 حلقات يعني بيطلعوا لهم يمكن شي 5 ساعات وشوي. انا بتاسف يعني. ان شاء الله المره الجايه بس نقعد على الطاوله نقول نجيب شي مسلسل هيك خرج انه عن جد نطلع فيه بشي منيح. انا ما اسفه مفكر بال 300 دولار كنت لا انا يعني فيكم تشوفوا اذا بدكم تعرفوا شلون. اذا معكم 300 دولار ابدا ما حتصيروا ايه بس طيب يلا بكفي لهون. شكرا. ايه يلا باي. باي.